هلا، وشلونكم؟ الكل يعشق الكباب ويحبه، وهي الأكلة المفضلة عند العراقيين. اليوم راح نسوي كباب اللحم بالفرن بحيث يكون متماسك وهش من الداخل. وأيضا راح نقدم ويا بابا غنوج بطريقة مختلفة ويا الطماطم المشوية. شوف الفيديو للنهاية. طريقة الكباب: كمية اللحم تعتمد حسب عدد الأفراد. هنا استخدمت 1/4 كيلو من لحم الغنم، ضفت عليه نصف بصلة مبشورة، صفيتها من المي، معلقة كبيرة من الطحين، ملح وفلفل أسود، عجنتهم بكل الزين. هنا راح ناخذ كرة من اللحم ونشيشها بالشيش، واستخدمت هنا سيباية غلفتها بالألمنيوم. الفرن يكون حامي من الأعلى فقط، يعني شغلت الشواية فقط، وبعدين أقلب على الجهة الثانية. وهذا شكله بعد ما استوى. هسه راح نسوي بابا غنوج بطريقة مختلفة. احنا كل مرة نشوي الباذنجان نحط عليه روبة ولا راشي. هالمرة شوينا الباذنجان، قشرته مقطعة بالسكين، بس راح نضيف عليه الخضار. هنا ضفت فلفل ألوان، فلفل يعني أصفر أحمر أخضر المتوفر عندكم، والقليل من الطماطة، وضفت نعناع مجفف، وإذا توفر عندكم بقدونس. نضيف أيضا دبس الرمان، زيت الزيتون، الليمون، الملح، الفلفل الأسود. وبالأخير ضفت رشة من البقدونس الناشف، ما كان عندي متوفر الفريش. وهنا نخلطهم ونخليهم بالبراد قبل ما نقدمهم لين يصير الطعم كلش طيب. وهسه راح نسوي طبعا ويا الكباب أكيد لازم طماطة مشوية. طماطتين شويتهم بالقلاية الهوائية، نشيل القشر من عندهم، نهرسهم بالشوكة، ونضيف عليهم سماق وملح وفلفل أسود وعصرة ليمون. طبعا الكباب خليته على خبزة عراقية أو خبز الصاج المتوفر عندكم، وأكيد عليه عصرة ليمون ورشة سماق، ونقدمه وألف عافية. وحالات الكباب تاكلونه ويا الطماطة والترشي والخضرة، وألف عافية. ما أحكيلكم إيش قد طيب، ويكون ترف وهش وأبد مو يابس. حبايبي، أتمنى عجبتكم الوصفة. لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع السلامة.